هدد زعيم التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء إذا لم يتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد. وقال الصدر خلال المظاهرة التي دعا إليها أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد إن الشعب صار على أسوار المنطقة الخضراء وغدا سيكون فيها، متبرئا ممن وصفهم بالفاسدين سواء كانوا مقربين من التيار أو تابعين لحزب أو جهة سياسية مشاركة في الحكومة. وكان مقتدى الصدر قدم قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار حكومة جديدة، وحذر من خطوات أخرى إذا لم تقبل الكتل السياسية بمقترحه. اليوم أعلن أن أي أحد من أفراد الحكومة لا يمثلني على الإطلاق، بل هو يمثل نفسه، وإن تعاطف معنا أو انتمى إلينا ماكو فرق، كلهم شلع. أكرر وليسمعني، اليوم رئيس الحكومة على المحك، وخصوصا بعد أن انتفض الشعب ولا زال منتفضا، وخصوصا بعد أن انتفض الشعب ولا زال منتفضا، وسيبقى منتفضا، وسيستمر على هذه الانتفاضة. هاي هيهات بنا الذلة مو اليوم، بعد ضاميها الغير أسابيع. شوفوا هم يخافون منها تجمعاتكم، كلا كلا يا فاسد. اليوم نحن على أسوار الخضراء، وغدا سيكون الشعب فيها،